أنثروبيك أعلنت خلاص الشات بوت مش لعبتنا، سيبوها بقى للعيال التوتو زي جوجل وأوبن اي اي. احنا بنشتغل على حاجة أعمق وأذكى، البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. فلو بتفكر تبني ايجنت ذكي بيكتب كود، فكلود 4 هو أقوى نموذج ممكن تعتمد عليه. النسختين الجداد سونيت وأوبس، ودول وحوش لكتابة الكود، هم حاليا متصدرين البنش ماركس للايجنتيك كودينج. والسر مش بس الذكاء، لكن القدرة على التركيز في مهمة واحدة لساعات، وبيفضل فاكر كل حاجة. ودي حاجة ما شفتهاش في الموديلات المنافسة. كلود 4 هو نموذج هجين، ممكن يرد مباشرة ويستخدم التفكير العميق حسب التاسك اللي شغال عليه، ويقدر يستخدم أدوات بالتوازي، مش بس بيخلص أداة ويبدأ في التانية. كل مرة بتستخدمه بيفهمك أكتر وبيتعلم من أسلوبك. وطبعا باستخدام ال MCP بيقدر يتواصل مع كل السيستمز الخارجية. حاليا كلود كود هو أقوى AI بيكتب كود، وبقى متاح على VS كود وجيت برينز. وتقدر تستخدمه في البي ارز، يصلح اخطاء، يرد على تعليقات، ويعدل كودك، ويشغل السي اي كانه واحد من التيم. حتى جيت هاب كوبايلوت دمج سونيت 4 كخيار ديفولت، يعني كلود بقى في قلب كل ادواتك من غير ما تحس. في نقطة غريبة ناس كتير اتكلمت عنها، ان سونيت 4 في كذا اختبار اداء نزل مقارنة ب 3.7. ممكن تكون مقصودة وممكن لا، بس خلينا برضو نتابعها.